تعذرني عاد حبيبي الله يسلمك. زوجة من بيت القيدوم، والزوج اسمه أحمد. هذاك أخوك والحال ما يصير يا أخوك، مأساة من البارحة لحين أخوك مخزن شهير، وضع مو طبيعي صراحة. الزوج تقطع أخوك وراسه جسمه ماكينة ضربت فيه. الزوجة أعتقد ضرباتها بسيطة بس هدفها سكتة قلبية، اثنيناتهم بنفس الوقت أخوك. الزوج مجوب هي جابوها على سرير مال الإسعاف، البنات شافوها. أما الزوج أخوك مجوب في الكيس الأسود هذا مقطع ما استغفر الله العظيم. الجهاز مالهم 5 ما 6 إسعافات كانوا البارحة هناك يشيلون فيهم، كل شخص بإسعاف روحه. الحين الحمد العود الجهاز أخوك، الحمد العود الجهاز كلش ما لهم حال. يعني 2 حالاتهم مستقرة، والبنية نفس ما قلت لكم بين إنه رجول ورجولين، وهي مستوعبة. يعني حتى قالت لعمومها إن الشخص اللي داش فيهم مسرع، هو داش في مدخل سار اللي هو على الهاي واي، مدخل سار جديد، ومسرع لدرجة ما تصور. يقول لك وفي لفته بيدش سار شاف ان الزحمة ضاربة فأخذ السيد الثاني. السيد الثاني شنو اللي يطلع من سار ويدش فيهم، هم مساكين هم واقفين ويا السيد. الله يرحمهم يا ابوك. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطائف يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك